السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو اليوم. نقدر نقول عن هذا الفيديو مهم، أو نقدر نقول عن هذا الفيديو أنه كل شخص عنده بلبل يحتاج يشوف هذا الفيديو. الفيديو هو أنه هواي أكو ناس عندها بلبل مثلا يحتار أنه مثلا عنده دوام أو مثلا ما متواجد بالبيت دائما. البلبل يحتاج مثلا يوميا يطلع يشمس او يطلع مثلا الصبح يعني برا البيت. هو مثلا البلبل داخل البيت اكو ناس لا تضوج من طريقة تنظيف القفص، مثلا يوسخ البلبل بالبيت، يعني من هالامور هذه. واكو ناس لا تقول انا اريد بلبل مثلا اعيشه، خلينا نقول انه يعيش كانما بالطبيعه، هو مثلا انه يتاثر بالبرد، ما يتاثر بالبرد، يتاثر بالاجواء الخارجيه مال يعني الجو. فانا هذا الفيديو سويته انه شلون انت تقدر تجهز قفص تخلي بيه كل شيء يحتاجه البلبل، انه تطلعه برا تخليه تعلقه برا خارج البيت بعد ما يحتاج من عندك اي شيء. الوقت اللي تطلع به البلبل، الاكل اللي يحتاجه بالقفص، ولا تخاف عليه البلبل بعد كل شيء ما عليه. هذا اللي بس تابع وياي الفيديو وراح ان شاء الله تشوف الشيء اللي تستفاد من عنده وتخلص من هاي المسائل اللي تفكر انت مثلا البلبل خاف ياثر عليه الشمس، خاف ياثر عليه الهواء مثلا العالي، خاف ياثر عليه الجو. ان شاء الله ما راح تدوخ بهاي الامور كلها. اول شيء تجهز لك قفص. هاي شيء القفص هذا طبعا هذا مستخدم عندي، فقبل لا اخليه بالبلبل خليته تقريبا صار لي اكثر من 10 ايام بالشمس برا، ضربة الشمس حتى ذا بي ديدان بي حشرات بي هذه بعد ما طلعت من عندك كلها. بالاضافه نظفته قفص. اكو شغله مهمه، ارضيه لا تخلي بعد. شوف هسه انا شلت الارضيه، ارضيه لا تخلي. ليش؟ لانه هو ما راح يصير داخل البيت حتى خاف انت تخاف انه يوسخ ويدمر يتلف البيت. لا، هو راح يظل بمكان خارجي برا، حتى لا يصير بداخل القفص مالته تتجمع الفضلات وتحتاج تنزله وتنظفه. هذا ما يحتاج بعد، هو فضلاته تطلع مباشرة تطيح على الأرض. هاي نقطة مهمة. شغلة ثانية، تجهز لك إلى كاستين ماي مثلا أو مشربة حجم كبير أو مشربتين تخليه. ليش؟ لأن أنت راح تخليه بمكان عالي طبعا، تعلقه بمكان عالي. ليش مكان عالي؟ حتى تخلصه من الحيوانات هاي اللي تجي مثلا بزازين شغلات وهذه، حتى ما يعني تخسر الطير مالتك. فهاي كاستين ماي مثلا عندنا، هاي كاسة ماي هسه انا مخليها راح اخليها بالقفص، وهاي كاسة ماي الثانية هاي بالقفص. الاكل اللي تخليه للبلبل شنو؟ اول شيء عندنا هذه خلطة متكاملة. هاي شوفها خلطة متكاملة، كل شيء تحتوي على فواكه مجففة، عسل مجفف، ديدان، كل شيء بيها، يعني ما تحتاج اي شيء. البلبل شنو يحتاج موجود. بالاضافة للخلطة الثانية هاي بروتينات وشغلات، وهذه حتى بيها مال اعلاف مال يعني يحتاجها مثلا بالشتاء كلش تعطي بروتينات قوية وسعرات حرارية قوية. تمر من هذا اللي بدون نوى يصير. هذا بس دني تخليهم للبلبل بداخل القفص. تجهز القفص مالتك وتعلق القفص برا، وتخلي البلبل بعد نهائيا ما يحتاج اي شيء. يحتاج منك بس تلاحظ الماي مالته والاكل، اذا ينقصن تنزل القفص تضيف له اكل وماي فقط، بس لا اكثر ولا اقل بعد. ويمتى تخليه؟ نقطة مهمة، يعني يمتى تطلع البلبل. اكو ناس مثلا يجي من الدوام خلينا نقول يجي العصر، فيشوف هذا الفيديو يسوي نفس الطريقة وياخذ البلبل يعلقه العصر. لا، غلط. هذا البلبل كان متأقلم ويا درجة الحرارة مال البيت. تجي انت طلعت العصر خليته برا، العصر تبدي درجة الحرارة تنخفض، واحنا هسه باجواء شتاء، فهذا البلبل اوتوماتيكيا راح يتمرض. ليش؟ لان هو متأقلم ويا حرارة البيت، وانت طلعته مباشرة درجة الحرارة منخفضة، اوتوماتيكيا راح يتمرض. هذا الحكي اللي حكيناه احنا. شو وقت تطلع البلبل؟ تطلع البلبل بعد ما تطلع الشمس الصبح. طلعت الشمس صار يعني تقريبا درجة حرارة الشمس شوية حلوة يعني مال الصبحية. هنا انت تطلع البلبل. ليش؟ حتى يبقى يومه كله هو خارج البيت بهذا المكان الجديد اللي راح تخليه انت بيه.
راح يتأقلم اوتوماتيكيا، درجة الحرارة مالته راح تتكيف ويا الأجواء. ينخفض بالليل، درجة الحرارة تنخفض، هو اوتوماتيكيا يتأقلم وياها. ما تجي مفاجأة، ما تجي مفاجأة لدرجة الحرارة وتأثر عليه. هسه أنا جهزت القفص، هاي كاسات الماي خليت له التمر، وهاي الخلطات، هاي الخلطات. ملاحظة مهمة للإخوان اللي يشاهدون الفيديو، لا تخلي لما تختار المكان مال القفص، حاول ان لا تخلي القفص بمكان تيار هواء مباشر يتأذى البلبل. وشغلة ثانية انه لازم تراعي وصول الشمس للقفص. يعني المكان اللي تختاره انه مثلا تطلع الشمس الصبح تضرب القفص، حتى لو مثلا الظهر يتغير مكانها وهذه تغيب عادي ماكو اشكال، بس المهم انه من تشرق الشمس تشرق عليه مثلا، او الظهر توصل للشمس، المهم لازم توصل للشمس اثناء اليوم. هاي ملاحظة كلش مهمة. هسه انا راح اخلي بعد البلبل واخذه واعلقه واصور لكم بعدين مكانه ايش قد عالي، حتى حفاظا عن البلبل من الحيوانات السائبة. هذا البلبل هسه خليناه بالقفص، طبعا على فكرة هذا البلبل وحشي بس هو شنو طايح. هسه خليناه بالقفص جاي يستكشف هو القفص، هسه يشوف الاكل مالته وين، المجاثم وين، يشوف الماي مالته وين، يتعود عليه. انت ما عندك اي مشكله ما دام قفص مجهز للاكل، هو هذا البلبل عندك جالس يعني طايح، لا تخاف عليه. اكل شلون ما يصير هو نفس الكاسات متعود عليهن، هو نفس المكانات ما راح تختلف، بس شويه مكاناتهن يعني. يطيح هو، شوف هسه شويه شويه يندل مكانهن، يشرب ماء، يشرب يندل مكان الماء، يجي على الاكل ياكل، بعد لا تخاف عليه. هسه راح اخذه اعلقه بمكانه اللي اختاريته له، شوفه شلون مباشره راح على التمر. شوفوا لي مكان البلبل هسه وين علقته، هذا الارتفاع مالته بالسقف تقريبا، برا. شوفوا مباشرة برا. على فكرة لا حد ينطي فاكهة بالشتاء، مجرد هاي الخلطات والتمر بس. بالصيف انطي فاكهة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.